النجاح مش عدوى، مش كل اللي ناجحين محتاج تقلدهم. لو كل ترند هتمشي وراه ممكن تخسر ماتشك اصلا. صاحبة مشروع محل عصائر صحية شافت كل يوم محل جديد بيعمل فواكه مجمدة وعصاير الوان وعروض تنزل على السوشيال ميديا. فكرت لو انا ما عملتش كده هفقد العملاء بتوعي. بدأت تقلد كل حاجة، تغير وصفاتها وتضيف عروض كل يوم، وبعد شهرين المبيعات متقلبة والتكاليف طلعت أعلى والموظفين متوترين وهي نفسها حاسة إنها بتلعب ماتش مش بتاعها. اللي حصل المشروع اتأثر بالضغط الخارجي، بدل ما يلعب على قوته لعب على هوس السوق. في الكورة أي فريق عنده خطة مش بيغيرها كل مرة يشوف الجمهور بيسقف. اللي بيغير كل لعبة على حسب الهتاف غالبا بيخسر. في البيزنس مش كل ترند أو منافس لازم تقلده. اسأل نفسك هل ده يتناسب مع قوتك، وهل السوق عندك محتاج ده؟ واعمل خطة مرنة بس ثابتة على رؤيتك مش على كل ترند جديد. لما تمشي حسب خطتك هتحس بالسيطرة. مش كل يوم في توتر ومش كل أسبوع في فقدان ثقة. انت اللي ماسك اللعبة، تعرف امتى تواكب وامتى تثبت مكانك، وده إحساس القوة لأي صاحب مشروع. لو محتار تقلد المنافسين ولا تركز على قوتك كلمني دلوقتي وهوريك ازاي تخطط باستراتيجية لعب صح تخلي مشروعك يكسب بثبات مش بعشوائية. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.